هاي، ازيكم؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو عملته لكم. دي قناتي على اليوتيوب باسم دينا مغربي، وبما ان القناه بتتكلم عن كل حاجه كان مهم جدا اتكلم عن الدراما والسينما العالميه. وبما ان البلاتفورمز او منصات المشاهده مليانه بالمسلسلات والافلام، هعمل لكم ريفيوز بسرعه عن اهم الافلام والمسلسلات. خلينا نبدا بمسلسل مهم جدا على نتفليكس. مسلسل لوبين اسمه مستوحى من قصه قديمه اسمها قصه ارسين لوبين. أرسن لوبين ألفها مؤلف فرنسي قديم اسمه موريس لوبلان، وألفها سنة 1905، وتقريبا كانت عبارة عن مجموعة قصصية صغيرة من 9 قصص. كان بيتكلم عن شخصية اسمها أرسن لوبين اللي هو اللص الظريف أو اللص النبيل. خلينا نرجع بقى لمسلسل لوبين اللي على نتفليكس. المسلسل فرنسي بوليسي وبيندرج تحت اسم مسلسلات الغموض والإثارة والأكشن والدراما. المسلسل من بطولة ممثل فرنسي اسمه عمر ساي، وبيعمل جوه المسلسل شخصيه اسمها السان ديوب. وعلى فكره عمر ساي ده نجمه هيلمع جدا السنين اللي جايه، لانه كمان عمل فيلم مهم جدا على نتفليكس بس اتعرض في 2022 اسمه ذا تيك داون. نروح بقى لتقييم المسلسل على موقعين مهمين جدا. اول موقع اسمه روتين توميتوز الامريكي. الموقع ده ليه نوعين من التقييم، اول تقييم بالنسبه للنقاد والتقييم الثاني بالنسبه للجمهور. تقييم النقاد ادى المسلسل 98% وده ريت عالي جدا، اما تقييم الجمهور ادى المسلسل 81%. اما الموقع الثاني اسمه اي ام دي بي، والموقع ده من اهم المواقع اللي بتدي ريفيو او تقييم لجميع المسلسلات والسينما العالميه. الموقع ده صعب شويه او تقييمه بيبقى صعب شويه، وعلى فكره هو بيدي الريت حسب الدرجه من 10، لكن روتين توميتوز كان بيدي الريت او التقييم بالنسبه المئويه. موقع اي ام دي بي ادى ريت عالي برضو للمسلسل، مسلسل لوبين حوالي 7.6، وده تقريبا ريت عالي قوي على موقع اي ام دي بي. في المجمل عايزه اقول لكم ان مسلسل لوبين اللي على نتفليكس من اهم المسلسلات ومسلسل جميل جدا، واخر جزء ليه ريليزد في 2023، ويا ريت يكون في جزء رابع لانه فعلا من المسلسلات الجميله، وبنصح كل الناس انها تشوفه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس.